لحن تقدير النعمة في الولائم والمناسبات بدأت فكرته لدى المصمم منذ عام 2007، حيث جاءت من منطلق الحفاظ على ما تبقى من الطعام نظيفا للاستفادة منه في أوجه الخير والتقليل من الأكل والحد من الإسراف في الولائم والمناسبات. يهدف إلى تقدير النعمة من خلال تقليل من الإسراف بالأرز. نحن عندنا إسراف بالأرز بشكل كبير هائل، يعني الشخص ما بيأكل من الصحن إلى 40% و60% يروح للزبالة. والهدف الثاني للمنتج أنه بيحافظ على الطعام نظيف جدا، بيحافظ على اللحم نظيف وعلى الرز نظيف آخر، لأني فصلت اللحم عن الأرز، فبالتالي بتستفيد الجمعيات الخيرية استفادة رهيبة، لأنها ما بتمسك اليد اللحم أو الأرز. كذلك ما دسم اللحم لن يمتزج بالأرز، وكذلك اللحم لن ينتابه بعض الشوائب من الأرز. حظي هذا التصميم بإعجاب الكثيرين الذين أكدوا أن هذه الفكرة سوف تساهم في الحد من الإسراف، حيث جاء مصمم من دورين ليفصل الأرز عن اللحم ويتحكم في استمرار اللحم نظيفا والتقليل من كمية الأرز التي قد تهدر. الشيء اللي شفناه اليوم شيء عظيم جدا، وهذا الشيء فيه يعني أمور كثيرة جدا، منها طاعة لله سبحانه عز وجل بعدم الإسراف، وفي حفظ الطعام. أول شيء هو المرضاة الله سبحانه وتعالى، وتقليل من الإسراف في الوجبات وفي المناسبات، وكذلك الصحن هذا استخدم لأشياء أخرى. براءة التصميم حصل عليها المصمم في عام 2009 من مجلس التعاون الخليجي، ليلقى هذا التصميم الاهتمام والتنفيذ خلال الفترة المقبلة. لبرنامج صباح السعودية، علي الشريف.